يا صباح الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اغيب اغيب وارجع بالجديد. لو لسه اول مره تشوفيني، انا رندا ودي قناتي على اليوتيوب، والنهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا جدا جدا. هتتعمل في اقل من 5 دقايق وتطلع من المطبخ. اولا كده سهله وبسيطه، اكله المستعجلين زي ما بيقولوا، كمان اقتصاديه. لو لسه اول مره تشوفيني، تنزلي حطي اللايك والاشتراك وتعالي نشوف وصفتنا النهارده التحفه دي. تجنن تجنن تجنن. عامله ازاي؟ حط اللايك، ها؟ حط اللايك، يلا نشوف الوصفة. يلا بينا. بص يا ستي الكل بقى، عندنا نص كيلو لحمة مفرومة، وعندنا زيها جبنة موتزاريلا وجبنة صلصة وملح وفلفل وحوالي كيلو بطاطس. بس كده بس كده. اول حاجة كده هنقشر البطاطس ونبدأ نقطعها مكعبات، بس زي الشرايح كده، بس مقسومة 2. يعني بصوا كده، نمسك البطاطساية نقطعها شرايح. الشرايح ولا تكون تخينه قوي ولا رفيعه قوي، عشان لما نحطها على النار، لان هي تستوي يعتبر على البخار، ما تتهريش مننا او ما تستويش مننا. يعني نخلي ايدينا مظبوطه علشان الحاجه تطلع مستويه كويس، السوى اللي احنا عاوزينه. قطعنا البطاطس بالشكل ده، وهنروح نجيب حله على النار ونبدا نحط فيها شويه زيت صغيرين، كاننا كده هنحمر بصلايه في شويه الزيت دول، بص شويه صغيرين خالص. ونبدا ننزل عليهم بالبطاطس اللي احنا مقطعينها كلها على شويه الزيت دول. هتستوي ازاي؟ هقول لكم هتستوي ازاي. اول حاجه كده بعد ما نحطها، نبدا نقلبها حلو جدا على النار لما تتشبع كلها بالزيت، ونحط عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح. ما بنحطش اي توابل تانية، ممكن نحط شويه زعتر، بس لو عندنا. مش عندنا خلاص بنستكفى بالملح والفلفل وخلاص، على كده بتبقى طعمها حلو جدا. قلبناها على النار، واول ما نشم ريحتها كده بدات تطلع شويه بشويه، هنقلبها ونركنها على نار واطيه خالص، عين واطيه خالص، ونسيبها متغطيه، مش سيبهاش مفتوحه، لان البخار اللي هيطلع من البطاطس هو اللي هيسويها. جبنا طاسه على النار وحطينا فيها اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه اليومين دول كلها دسم، ما بحط السمنه خالص. بصوا منزله دسم قد ايه. هحط ملح وفلفل، وهحط كمان معلقه توم مفروم ومعلقتين صلصه كبار، وهبدا اقلب فيهم على النار. بس كده بس كده. هجيب شويه ميه صغيرين عشان بس تعمل صوص وتسوي البطاطس معايا، شويه ميه صغيرين خالص. قلبناها حلو جدا كده، الوصفه يعتبر خلصت. انتوا متخيلين البساطه والسهله سهله سهله؟ طبعا البطاطس هنرجع لها تاني، هنلاقيها عملت ايه، بدأت تستوي. بصوا عملت ازاي، دبلت. المية اللي في البطاطس طلعت بقت بخار، مسوت البطاطس. شايفينها ازاي؟ بس كده بس كده. جبنا سرفيس وهنبدأ نحط فيه شوية البطاطس اللي بتاعتنا، الصينية بتاعتنا دي، ونحط شوية البطاطس، وبعدين نرجع نحط عليها اللحمة المفرومة بالصلصة. وخلاص. بصوا دهن قد ايه نزل مننا، عشان كده بقول لكم ما تحطوش سمنه او اي دهون. دي خفيفه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم حاجه كده، وهم ولا فيها بشاميل ولا فيها اي حاجه، هي سعراتها الحراريه قليله جدا وما فيهاش دسم. ونبدا نحط عليها الجبنه وندخلها في الفرن، ودرجه حراره 180 في الصاجه اللي في النص، تاخد حوالي نص ساعه لساعه الا تلت. بصوا بقى لما خرجت، عايزه اقول لكم ريحتها مفحفحه. كلناها بعيش، ممكن تعملي جنبها شويه رز ابيض، جنبها طبق سلطه. بصوا 5 دقايق وتخرجي من المطبخ. لو انت اول مره تخشي مطبخ في حياتك، هتطلعي باجمل صينيه بطاطس. تحفه تحفه تحفه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك ولايك والكومنت الحلو. والحياه اسهل مع رندا وبس. وانتظروني في فيديو جديد، وهتوحشوني جدا جدا جدا، واقول لكم باي باي.